عارف ايه هي اكبر اهانة ممكن يتعرض ليها فيلم سينمائي؟ مش انه يفشل في العرض بتاعه او انه يحقق ارباح قليلة. الاهانة الحقيقية هي ان مذيعة مشهورة تطلع في التلفزيون قدام الملايين وتحرق نهاية الفيلم وتقول للناس ما تروحوش وتشوفوه عشان فيلم مقرف. What am I doing wrong? And then I went to see Fight Club. Oh boy. How was that? I did not enjoy it. No. Whatsoever. I don't know about ده بالظبط اللي حصل في فيلم فايت كلاب سنة 1999. الفيلم ده النهارده بيتصنف انه رقم 12 في قائمة افضل اعمال في التاريخ، لكن زمان كان بيتم اعتباره خطر على المجتمع. فتعال احكي لكم قصة الفيلم اللي غيرت السينما بشكل عام واتكلمت عن حاجات زي الاستهلاكية وازاي الرأسمالية بتحولك لشخص كل قيمته في الحياة هي القيمة الاستهلاكية اللي بيشتري بيها الحاجة. سنة 1990 كانت سنة مجنونة في السينما، نزل فيها أفلام كتير وأفلام كانت كويسة جدا، لكن نزل فيلم غريب شوية وهو فيلم فايت كلاب. شركة فوكس ما كانتش عارفة تسوق له ازاي. المدير التنفيذي للشركة لما شاف الفيلم كرهه جدا وقال احنا هنخسر فلوسنا. الشركة سوقت للفيلم كأنه فيلم خناقات لبراد بيت، المراهقين داخلين عشان يشوفوا بوكس، لكن لقوا نفسهم قدام محاضرة فلسفية عن العدمية وتفكيك الرأسمالية. فالنتيجة طبعا الفيلم فشل وجاب 37 مليون دولار بس في أمريكا، وهو كان متكلف 63 مليون دولار، يعني خسارة فادحة بلغة الأرقام. ومش بس كده، المذيعة روزي في برنامجها حذرت الناس منه وحرقت النهاية الأخيرة بتاع الفيلم. وطبعا كلنا عارفين أهمية النهاية لأي فيلم في العالم، ولو عاوز تفهم أهمية النهاية ففي حلقة كنت عاملها عن فيلم 7 هتفهمك ليه النهاية مهمة جدا في الأفلام. المهم، المذيعة حرقت القصة بتاع الفيلم وقالت ان تايلر والراوي هو شخص واحد. الفيلم كان حرفيا بيموت في الصلاة لحد ما حصلت المعجزة، والمعجزة هنا ان الفيلم تنبأ بالمستقبل واصبح واحد من اهم الافلام في التاريخ. ده غير كمان التصنيف الكبير جدا، وفي ناس كتير جدا بقت بتعتبره ان ده اهم فيلم او احسن فيلم في التاريخ، طبعا ده بالنسبة له. المهم يعني ان الفيلم مش فيلم سيء، بالعكس هو فيلم كويس جدا. بس ليه فشل؟ وليه القصة بتاعت الفيلم ده ممكن تكون قصة مقرفة؟ وليه في ناس بتحب الفيلم ده وناس تانية بتكرهه؟ وهل الفيلم ده عبقري ولا فيلم فاشل؟ مبدئيا الكتابة بتاعت الفيلم مأخوذ عن رواية كتبها تشيك بعد ما اتضرب في رحلة تخييم ورجع الشغل وشه متدمر، ومحدش من زمايله فكر ان يسأله ايه اللي حصل في وشك. ومن هنا جت فكرة نادي القطاع، المكان اللي بنطلع فيه الوحش اللي جوانا بعيد عن برستيج الوظيفة. ان الشخص لو دخل مكان بيلعب فيه رياضة مثلا زي رياضة الملاكمة، هل هو هيخش يلعب ببدلة ولا هيخش بلبس لايق على الملاكمة؟ فهو الشخص كان عاوز يطلع من اطار الوظيفة بفكرة نادي القطاع. البطل ادوارد بيمثل الانسان اللي اتحط تحت ضغط البرستيج وضغط السيكولوجية بتاع الرأسمالية. واحد بيشتري عفش عشان يثبت لنفسه انه عايش، لكن بيجي شخص اسمه تايلر، ودي اكتر شخصية مجنونة وغريبة ظهرت في السينما. براد بيت طبعا اللي مثل الشخصية دي ومثلها بذكاء جدا، كان هو النقيض وهو الشخص اللي بيحرق شقته عشان يحررك من عبودية الاشياء. البطل ادوارد بيمثل الانسان اللي اتحط تحت سيكولوجية الرأسمالية، واحد بيشتري عفش عشان يثبت لنفسه انه عايش. الفيلم اللي بيقولك حقيقة مرعب هي ان الحاجات اللي انت بتمتلكها هي اللي في الاخر بتمتلكك، مش انت اللي بتمتلكها. ديفيد فينيتشر مخرج مهووس بالتفاصيل، عارفين ان في الفيلم حرفيا كان في كوبايه ستاربكس موجوده في كل مشهد في الفيلم بلا استثناء. دي ما كانتش اعلان لستاربكس، بل هي كانت سخريه من سيطره البراندات على حياتنا. واكيد بتشوف حاليا ناس كل هدفهم في الحياه انهم يشتروا منتج عشان خاطر المنتج ده طلع براند او الشخص المشهور ده ماسك المنتج ده. فينيتشر هنا استخدم تقنيه اسمها تقنيه الصور اللاشعوريه. قبل ما البطل يقابل تايلر بيظهر في الكادر لمدة جزء من الثانية في 4 مواقف مختلفة وبيختفي. ليه؟ عشان يحسسك بالهلوس والأرق اللي البطل عايش فيه. انت بتشوفه بس عقلك مش بيلحق يحلله. والهلوسة هنا جت بسبب ان تايلر كان بينام عدد ساعات قليلة جدا، ودي اكتر حاجة بتحصل حاليا وبتحصل لي انا كطالب مش كموظف. واكيد طبعا جت عليك فترة اضطريت ان انت تسهر لفترات بسبب شغل او دراسة او غيرها. فهنا نفهم ليه الفيلم ده في ناس كتير بتحبه، انه بيعبر عن المستقبل اللي افلام كتيره ما قدرتش ان هي تتكلم عنه. كمان براد بيت وادوارد خدوا دروس حقيقيه في صناعه الصابون من الدهون البشريه عشان المشهد تطلع واقعيه، وعشان كده ناس كانت بتقول عن ان الفيلم ده فيلم مقرف. والمشهد الشهير لما ادوارد ضرب براد بيت في ودان، دي كانت خناقه حقيقيه، وفينيتشر طلب من نورتن انه يضربه بجد من غير ما براد بيت يعرف. عشان كده ردة فعل براد بيت في الفيلم كانت واقعية جدا وكانت حقيقية 100%. طيب ليه الفيلم الناس كانت بتقول عليه مقرف؟ السبب
ان الناس كانت بتقول عليه مقرف هما مش الرجاله بل هما النساء، لان الفيلم كان بيتكلم عن الدهون البشريه اللي هي كانت بتيجي من عمليات الشفط واللي بيتعمل عن طريقها صابون. يعني انت خسرت عدد كبير جدا من الجماهير واللي هي الشريحه النسائيه بسبب الموضوع ده، فعشان كده في عدد كبير جدا من النساء ما بتحبش الفيلم ده بسبب الموضوع ده يعني. طيب ليه الفيلم ده نجح في المستقبل؟ مع ظهور DVD الفيلم بدأ يتفهم، جيل الشباب في أوائل الألفينات بدأوا يحسوا بالكلام الكبير اللي كان بيتكلم عنه الفيلم. بقينا كلنا شغالين في وظائف بنقرأها عشان نشتري حاجات مش محتاجينها. الفيلم عمل طفرة لأنه ما كانش مجرد فيلم، ده كان بيان ثوري. نجح لأنه تنبأ بحالة الغضب المكتومة اللي في المجتمعات. الفيلم اللي اترفض منه النقاد سنة 99 بقى النهارده بيتدرس في جامعات السينما كأفضل نموذج لسرد غير الموثق. طيب الفيلم ده ليه ناجح بشكل كبير جدا في الفترات اللي احنا عايشين فيها دي؟ السبب الرئيسي هو ان الفيلم تنبأ بحاجات عدد كبير جدا من الافلام ما قدرش يتنبأ بيها، زي الوظائف اللي احنا بنكرهها بس بنضطر نشتغلها، الفلوس وازاي بتحول الانسان لعبد عند الوظائف، وازاي العبودية اتغيرت من النظام القديم للنظام الحديث اللي متمثل في الرأسمالية. حاجات كتيرة وحاجات كبيرة صعب ان هي تتقال بالنسبة لعدد كبير جدا من الناس اللي دخلت الفيلم ده في الفترة دي. ده لأن الفيلم ده ما كانش بيتكلم عن الفترة دي بل هو بيتكلم عن الفترة اللي احنا عايشين فيها. فالفيلم اتعمل سنة 1999 يعني من حوالي 27 سنة. ما كانش بيتكلم عن الواقع بتاع سنة 90 لكن هو كان بيتكلم عن الفترات اللي احنا بنعيش فيها دلوقتي. في الآخر فايت كلاب مش بيتكلم عن العنف، ده بيحذرك منه. المشروع اللي بدأ بتفريغ غضب انتهى بمنظومة ممكن تدمر دولة بحالها. الفيلم بيوريك ان التطرف في أي حاجة حتى في طلب الحرية ممكن يدمرك. طيب الفيلم ده لازم نتكلم عنه بشكل كبير من التفاصيل، ولازم تفهم حاجات تفهمها دلوقتي احسن ما تفهمها بعدين. ده لان الفيلم بيتكلم عن النظام الرأسمالي، النظام اللي احنا بنعيش فيه من ساعة ما سقط النظام الشيوعي بتاع الاتحاد السوفيتي. طيب النظام الرأسمالي متبني فكر ان الشخص عادي جدا يكون غني وان هو من حقه يشتغل في وظائف والوظائف دي تلبي له احتياجاته ورغباته بس بعدد ساعات كبيرة جدا، عكس النظام الشيوعي اللي كان عكس النظام الرأسمالي تماما. الكلام هنا مش في النظام الرأسمالي أو الشيوعي، الكلام هنا في نقط الشغل للأسف حاليا أصبح نظام عبودي. في ناس بتشتغل 12 ساعة و13 ساعة وناس 8 ساعات وناس 7 ساعات وناس ما بتشتغلش أصلا، لكن أغلب الناس اللي بتشتغل حاليا هي كارهة الشغل اللي هي بتشتغلها وبيقول لك إن لو المرتب اللي أنا باخده ما كنتش هشتغله. وللأسف كل ما المرتب يزيد معناها الشغلانة بتكون صعبة جدا. مجال مثلا زي مجال الكول سنتر برغم إنه فلوسه عالية جدا لكن بتلاقي أغلب اللي اشتغلوا فيه يقول لك بلاش تشتغل فيه، وده بسبب كمية الحاجات اللي بتحصل في الشغل بتخليك كاره الشغل وكاره الفلوس اللي بتيجي من الشغل ده. وده اللي حصل في الفيلم بتاع فايت كلاب. الفيلم تنبأ بمستقبل الشغل وازاي الانسان هيكون عليه ضغط كبير جدا، ده غير ان في مجالات حاليا بتتقفل بسبب حاجه زي الذكاء الاصطناعي. طيب احنا ممكن نعمل ايه؟ ممكن تشتغل في عمل حر، ممكن تطور مهاره عندك والمهاره دي تساعدك في انك تبعد عن مجال حولك لعبد زي مجال الكول سنتر، او ممكن تشتغل فتره في المكان ده وبعد كده تسيبه زي ما تايلر عمل في الفيلم. واوعى تيجي على حاجات زي نظام يومك او حياتك بشكل عام، لان الشغل هو مجرد جزء من الحياة وليس الحياة كلها. وبس لو عجبك الفيديو ما تنساش تدوس لايك واشتراك، وتحب نتكلم عن افلام ايه الحلقة الجاية، وسلام.